السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. كشفت تقارير صحفية اليوم الأحد أن الجهاز الطبي بنادي النصر قد تلقى ضربة موجعة قبل المواجهة القادمة أمام الأخدود في بطولة الدوري السعودي للمحترفين. وبحسب ما ذكرته شبكة سبورت 24، فقد أكد الجهاز الطبي لفريق النصر خلال تقريره للمدير الفني للفريق الأول لكرة القدم البرتغالي لويس كاسترو عدم قدرة اللاعب عبد الله الخيبري على المشاركة في مباراة الفريق المقبلة. وعلى إثر تلك الإصابة، فإن الخيبري سيغيب عن مباراة النصر والأخدود في الجولة 14 بدوري روشن لعدم تعافيه من إصابته، حيث يحتاج للمزيد من الوقت ليعود للمشاركة مع الفريق العاصمي. في حين أبدى كاسترو ارتياحه بعد أن أبلغه الجهاز الطبي بالنصر على تأكد مشاركة المدافع عبد الإله العماري في مواجهة الأخدود بعد تعافيه من الإصابة وجاهزيته للمشاركة من جديد في المباريات. ويواصل الفريق الأول بنادي النصر الذي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 31 نقطة لمواجهة الأخدود صاحب المركز 16 برصيد 10 نقاط يوم الجمعة المقبل بالجولة 14 من المسابقة.